السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة سهل وبسيط مع فاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو اليوم في اتم الصحة والعافية ودائما مع الوصفات السهلة والبسيطة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم جوج اقتراحات لمائدة الفطور، كنتمنى انه من الاعجاب ديالكم. اول حاجة عندنا فطائر بالعجينة سهلة وحشوة لذيذة بزاف، والمذاق ولا المنظر ديالهم كيجيو حتى هما رائعين. وعندنا تشيز كيك في الكؤوس حتى هو كيجي رائع بزاف. واحد المكون ما غاديش يطيح لكم على بالكم. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش ما تفوتكم حتى فكره. نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. وغادي نبداو على بركه الله في تحضير التحليه. كاول خطوه غنحتاجو 200 غرام ديال البسكوي اي نوعيه ممكن تستعملوا. بالنسبه لي انا هنا استعملت بسكوي ماريا. غادي نطحنوه في العشوه يتطحن لينا مزيان. من بعد غادي نضيفوا عليه الزبده، تقريبا عندي هنايا واحد 75 غرام ديال الزبده دوبتها حتى ولات نوازيت كما شفتوا. وغادي نحتاج تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الحليب، وغادي نعاود نطحن مزيان باش يتخلطوا ليا هاد المكونات ويندمجوا مع بعضياتهم. صافي هنايا خديت كؤوس اللي غندير فيهم التحليه ديالي. غادي نوضع كطبقه اولى هاد البسكوي هذا اللي كما شفتوا حضرته معكم. بالنسبه للكؤوس البنات، راه هاد الكؤوس عندي كبار، الا عندكم صغار وبغيتو تخرجوا منهم كميه كثيره راه ممكن. غادي ناخذ واحد الكاس وغنبقى نضغط على البسكوي ديالي باش هكا يتشكل ليا كطبقه، وكيجي هكا باين في الكؤوس كتجي 3 طبقات باينين. بالنسبه للطبقه الاولى الثانيه عفوا غادي نحتاج نص لتر ديال الحليب. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال السكر، عندي 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال النشا. غادي نحتاج ايضا الساشيه ديال الفلون ديال الفريز، وغنحتاج المكون السري اللي هو الكركديه كما معروف. هاد النبته هادي باش تعطينا اللون والمذاق ديالها، كتعطي اللون احمر زوين بزاف. هنا غادي نخلط هاد المكونات فوق النار على عافيه متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيختار ليا الخليط. من بعد غادي نضيف عليهم 2 علب ديال الياغورت بنكهه الفريز. ممكن تستعملوا اي ياغورت متوفر عندكم، انا عندي غير هذا. الا بغيتوا ديروا داك الصغيور ديال الدراري الصغار حتى هو كيجي بنين بزاف في التحليه. غادي نخلط مزيان هاد المكونات باش يندمجوا مع بعضياتهم. من بعد غادي نحيد داك الكركديه، غادي نحيدو من هاد التحليه ديالي. صافي كيكون واطلق ليا المذاق وطلق ليا حتى اللون ديالو، كيطلق واحد اللون جميل جدا البنات، بحال الاحمر هكا، بحال هو اللون ديالو احمر بزاف، ولكن مع الكميه كثيره راه عطاني بحال لون الغوز. صافي غادي نخوي الطبقه الثانيه كما شفتوا ديال في الكويسات عندي ديال التحليه. غادي نحاول هكا نفرق على ديك الكميه اللي عندي انا ديال الكويسات. صافي وغادي نخليها جانبا فوق سطح العمل حتى تاخذ ليا حراره المطبخ. من بعد غادي ندخلهم الثلاجه حتى كتبرد ليا مزيان الطبقه، وندوزو باش نحضروا الطبقه الاخيره. بالنسبه للطبقه الاخيره غادي نحتاجوا الكاس ونص ديال الماء. غادي نضيفوا عليهم هنا معلقه كبيره ديال النشا. غادي نحتاج ايضا 2 معالق كبار ديال السكر ما يكونوش عامرين مزيان. وغادي نحتاج لصاشيه ديال الفلون ديال الفريز. غادي نضيف هنا عاوتاني الكركديه واحد تقريبا واحد 2 معالق كبار، وغنخلط المكونات فوق نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيبدا يتقال هكا الخليط. هنايا غادي ناخذ واحد الزلافه غادي نصفيه. صافي وغنحاول هكا نبردو مزيان واحد شويه، ومن بعد غادي نخويه فوق الطبقه اولا فوق الكويسات ديالي اللي درت فيهم داك. هنا بالنسبه ليا ديك الزلافه راها بدات كتخوى ليا من الجناب، هذاك الشيء باش بدلتها بهذا الغريريف هذا ساهل هكا في الخويه. دائما فوق شي كريمه بغيتو تخويو اي ماده اللي كتكون سخونه هكا كتحاولوا ديروا شي معلقه ولا باش ما تحفرش لكم ديك الكريمه. صافي كما شفتوا من بعد ما كملت غنخليهم في سطح العمل حتى يبردوا. من بعد غندخلهم الثلاجه ونخليهم يبردوا مزيان. ودابا غادي ندوزو للعجين ديالنا. غنحتاجو فيه 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض. غادي نحتاج ايضا لهنا كما كتشوفوا معلقه ديال السكر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، عندي كاس ديال نفس الكاس اللي عبرت به ديال الفينو، عندي نص كاس ديال زيت المائده. غادي نحتاج قطعه ديال الجبن المثلث مليحه حسب الذوق.
وغادي نحتاج ساشيه ديال خميره الحلويات. صافي غادي نجيبوا الماء اللي كيكون دافي وغادي نحاولوا هكا نعجنوا هذاك المكونات كامله حتى نتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون هكا رطبه ما تكونش قاصحه كما شفتوا غير باليد. غادي نجمعوها هكا غير في داك البول اللي عندي. صافي غنبقى نستمر انا بنفس الطريقه حتى نجمع العجينه ديالي مزيان. غادي ندلكها واحد 2 دقائق ولا نديها ونجيبها هكا حتى كتجمع راه ماشي شي دليكه البنات، انا غير ديتها وجبتها الصراحه. صافي وغادي نغطي عليها وغادي ندهنها واحد شويه زويته وغادي نغطي عليها ونخليها حتى تختمر ويضاعف الحجم ديالها. بالنسبه للحشوه كما كتشوفوا فانا عندي هنايا قطع من الدجاج كما شفتوا مقطعهم على شكل طولي، غير ما جاني البنات في بالي ماشي شرط انكم تقطعوهم، انا بغيت نقطعهم هكاك. الفلافل ايضا فلفله خضراء وحمراء، عندي البصله، عندي علبه ديال الشامبينيون. بالنسبه للتوابل غندير في اول حاجه زيت الزيتون عليهم. راه سهله هاد الحشوه كما شفتوا كتقطعوا كلشي وصافي ما كاين لا طيب هذه الاولى لا هذه الثانيه. المهم هنا عندي البزار الملحه، عندي ايضا شويه السكينجبير، شويه العطريه ديال الشاورما، وعندي معلقه صغيره ديال الخرقوم. غادي نخلط هاد المكونات مزيان ونوضعهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيطيبوا ليا مزيان. هنايا بالنسبه للعجينه ديالي غنرجع ليها غنصيبها خمرات ليا وشبعات خميره. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نحاول كنزولها من داك الاناء فاش عجنتها. صافي وغادي نحاول هكا نشكلها على قطع دغيا البنات كتشكل معكم كما شفتوا. راه فاش كتخمر كتولي متماسكه هكا وشاده راسها. غادي نقسمها بالنسبه لي انايا غادي نديرها على 5 ديال غادي نحاول هكا نقادها باش نديرها بحال الباكيطات، 5 الباكيطات اللي كيكونوا كبار الحجم ديالهم. فطبعا الا بغيتو ديروهم صغار طبعا ممكن تقسموها على 10 او حتى 15 الا بغيتو تصغروهم اكثر. صافي هنايا غادي نحاول هكا نجمعهم كما شفتوا. راه انا ما درت لا دقيق لا حتى حاجه، هنا راه العجينه ديالي راه ناجحه مليار في المئه، راه كتكون سهله. هنا غادي نحاول هكا نطلقها على شكل طولي هكا بالمدلك كما كتشوفوا. انا غادي نصور معكم دابا باش تشوفوا كيفاش درت تعمرتهم. صافي غادي نحاول هكا نسرحهم كاملين بنفس الطريقه باش العمل هكا دغيا كيكون دغيا كتساليو ما كتبقاوش هكا معطلين. وكما شفتوا راه ما درت لا زيت لا هنايا كاين في سطح العمل لا حتى حاجه لا دقيق لا والو. غادي نحاول الحشوه ديالي من بعد ما بردات نتوما كما كتشوفوا كتخليوها تطيب مزيان وتخليوها تتبرد. غادي نحاول هكا نفرقها على 5 حتى هي نقادها هكا في فوق العجينه ديالي. ومن بعد كاضافه اخيره واختياريه غادي نضيف شويه ديال الفرماج المحكوك. بالنسبه لي انا استعملت موتزاريلا. صافي وغادي نحاول هكا نقاد هذاك لي باغيت ديالي، نحاول كنسدهم بواحد الطريقه كما كتشوفوا. غادي نطوي الوجه الاول ومن بعد كنبقى نضغط هكا مزيان باش العجينه ديالي تلتصق. صافي وكنرجع داك الطرف هكا وكنطوي باش نتحصل على واحد الباكيطه اللي كتكون مسدوده مزيان من الجناب كما كتشوفوا. صافي وكنوضعها في لاطه مفرشه ليها ورق الطيان تستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد لي باكيط ديالي. كما شفتوا العمليه راه سهله جدا وراه دغيا كتكملوا ما كياخذوش منكم البنات هادو وقت نهائيا. صافي هنايا بالنسبه لي انا من بعد ما كملتهم راه ما كتخليهم يختمروا. الجميل فيهم انهم كيختمروا غير مره واحده ما كتخليهم زعما يعاودوا يختمروا مره اخرى. هنايا انا خديت بيضه درت معها شويه ديال الصوص صوجا. صافي وغادي ندهن هاد لي باكيت ديالي مزيان مزيان البنات. فهاد الاثناء انا مخدمه الفران خصو يكون ضروري سخون. كندهن لي باكيت ديالي مزيان من جميع الجهات باش يجيو اللون ديالهم يجي اللون ديالهم موحد. من بعد هنا خديت واحد السكين اللي كتكون ماضيه وغادي نحاول هكا ندير فيهم واحد نفلحهم هكا باش يتنفسوا من هذاك الفليحات. من بعد غادي نزينهم هنا بالنسبه للتزيين طبعا اختياري. بالنسبه لي انا عندي هنا شويه الزريعات ديال القرعه وشويه ديال حبوب الشيه هكا من الفوق. صافي وغندخلهم الفران كما قلت لكم العافيه من بعد ما كيسخن. كنحاولوا نردوه العافيه متوسطه كنوضعوهم العافيه عليهم من التحت كنخليهم حتى كيتنفخوا ويبداو يتحمروا هكا من الجنيبات كنعاودوا نحمروهم من الفوق. وكيكون هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا. راه صراحه كيجيو رائعين كيكونوا فتين رطبين والمذاق ديالهم يا سلام يا سلام كيجيو مقطنين ولذاذ بزاف. كنتمنى ان هاد الفطائر اللي قدمت معكم اليوم مع هاد الديسير العجيب صراحه غندوزو دابا للديسير باش نهضروا عليه مزيان. راه واحد الديسير صراحه كيجي لذيذ بزاف فيه داك المذاق ديال داك الكركديه الصراحه كيجي هائل 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 بزاف. فهو من غير انه كيعطيه داك اللون فهو كيعطيه ايضا واحد النكهه ديالو كتجي سبيسيال. انا اكيد انكم عمركم ما شفتوا شي تشيز كيك اولا شي ديسير بحال الطريقه هذه.
كما كتشوفوا ليا يا البنات راه هو صراحه زوين بزاف بزاف ولذيذ. هنا بالنسبه لي انا خليته تبرد ومن بعد زينته بواحد شويه ديال اللوز كونكاسي هكا من الجناب. صراحه جا هائل 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 بزاف. بالنسبه لي بغيتو ديروه كطبق كطبق زعما، ولا ديروه كتشيز كيك عادي في هذا في شيمول، فكتضاعفوا الكميه ديال الفلون بالنسبه للطبقه الثانيه باش ما تجيكمش كريميه، خصها تكون قاصحه باش غتقطعوها بالسكين. صافي هنايا بالنسبه لهذاك سميتو لي باغيت ديالي كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالهم. كما قلت لكم راه ما كتعاودوش الاختمال غير مره واحده. وهنايا شوفوا لي الشكل ديالهم من الداخل البنات، راه كيجيو هائلين هائلين هائلين. وبالنسبه للطياب راه كيطيبوا دغيا، ما كياخذوش معكم وقت. كنتمنى ان هذا الفيديو اللي قدمت لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفات وينجحوا معكم. وكالعاده حباباتي صحاباتي الا كنتوا وصلتوا لهنا ما تنساوش تخليوا لي واحد اللايك زوين بحالكم. ما تنساوش ايضا تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي. غادي نقول لكم شكرا لكم جزيلا الشكر على المشاهده والتشجيعات، والى فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.